المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. وننتقل إلى محافظة بورسعيد، حيث سيتم إيداع أوراق أسباب الطعن على الحكم في قضية استاد بورسعيد بمحكمة جنايات بورسعيد بالنيابة الكلية. هذا ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة في غضون 3 أشهر وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالقضية. المزيد من التفاصيل معي من هناك الصحفي أحمد الجمال. أحمد، هل لك أن تطلعني على المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وماذا سيحدث اليوم تحديدا؟ نعم سوزان، صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس لجنة الدفاع عن المتهمين في قضية استاد بورسعيد صرح لنا أن أوراق أسباب الطعن على الحكم في قضية استاد النادي المصري سيتم إيداعه اليوم الخميس بمحكمة جنايات بورسعيد بالنيابة الكلية. وقال عبد الحميد للجزيرة مباشر مصر أن القضية حملت رقم 11 لسنة 2012، مؤكدا أن أوراق الطعن ستقدم لكل المحكوم عليهم في القضية، ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة في غضون 3 أشهر بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إيداع أسباب الطعن. ويذكر سوزان أن محكمة جنايات بورسعيد قد أودعت أسباب حكمها في كبرى الأحداث المأساوية التي مرت بها مصر باستاد بورسعيد، والتي راح ضحيتها نحو 74 شابا وأصيب المئات في أعقاب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري. وأدانت فيها المحكمة 45 متهما بعقوبات متفاوتة وبرأت 28 آخرين، حيث عاقبت 21 بالإعدام شنقا والمؤبد ل5 والسجن المشدد ل15 والسجن المشدد 15 عاما ل10، بينهم مدير أمن بورسعيد السابق ومدير شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، والذي كان مكلفا بخدمة بوابة المدرج الشرقي ومسؤول الإضاءة بالنادي المصري، والسجن 10 سنوات ل6 والسجن 5 سنوات لمتهمين والحبس عام لمتهم. وقد شهدت بورسعيد كما يعلم الجميع أحداث عنف بين الشرطة والمحتجين على الحكم سقط خلالها 48 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب، وما زال يتم التحقيق في القضية الثانية برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين حتى الآن. نعم، شكرا جزيلا لك. أنا معي الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.